أهلا وسهلا بكم ومرحبا بالجميع في هذه القناة المتواضعة، قناة يرى مغربية وأفتخر. أنا هذا النهار غندرس هذا الفيديو قصيرة، وكنتمنى ما نكونش ثقيلة على قلبكم، باش نحاول نحط واحد النقطة اللي بزاف ديال المغاربة غافلين عليها. الهجرة السرية هي هجرة كاينة في البلدان كاملة، سواء كاع البلدان اللي قريبة الدول بين قوسين، سواء كبرى أو عظمى أو دول أجنبية، كلها كتعاني من هذه الهجرة السرية. المغرب ماشي أول بلد وماشي آخر بلد، يوميا كتكون الهجرات السرية من مناطق كثيرة. ميريكان براسها وتتعرف هجرات سرية غير منتظمة اللي كتجي من دول ديال بحال المكسيك، بحال لا ريبوبليك دومينيكان، بحال بزاف ديال الدول. وكذلك احنا غنشوفوا كاع كمثال غير تركيا حتى هي كيخرجوا منها وكيديروا هجرات سريه للدول المجاوره. كاين كذلك البلدان المغرب العربي باكملهم. انا علاش كنقول درت هذا الفيديو؟ باش بالاخص اننا نفهموا واحد الحاجه، ان ما نضخموش الامور. هذا المشكل طرا، عندنا مشاكل خصنا نصلحوها، ولكن ماشي بهذه الطريقه، ماشي بالتحريض، ماشي باش اننا نبقاو نتيقوا شنو تيطرا في الانترنت. بلدنا بلد عظيمه وغدا القدام، كنتمنى اننا نعاونوا مؤسساتنا. كل فرد فينا واجب عليه انه يبدا من راسه، انه يحمي راسه ويحمي عائلته. كاين الغلاء، هذا الغلاء كاين في البلدان كاملين. بغينا ان الاثمنه تنقص، حنا ماشي بلد متقدمه، حنا المغرب بلد كانوا كيقولوا له غير حتى لهنا بلد العالم الثالث. هذا البلد اللي اليوم اعترفت به دول كثيره، عندنا حساد كبار وعندنا مشاكلنا كأي بلد. غلاء المعيشة في الدول العظمى الكبيرة فيها غلاء المعيشة. كنتمنى أن هذا المقتطف يكون وصل، ومازال إن شاء الله إذا عجبتكم القناة ديروا لايك واشتراك، وإن شاء الله الرحمن الرحيم في الحلقة المقبلة مازال يكون عندنا حوار مطول.